ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا جماعه. النهارده فيديو جديد على قناه حسن هاشم، وانا حسن هاشم. النهارده بقى يا جماعه جايب لكم منتج جديد، لانج جديد، منتج جديد لانج جدا من دومتي. دومتي يا جماعه منزله اختراع جامد قوي، جامد قوي. هو مش انا اللي بقول جامد، اصحابي والناس اللي حواليا واصدقائي هم اللي بيقولوا جامد. فانا اول مره اجربه، فقلت اما اجيبه واجربه واعمل لكم ريفيو حلو كده واقول لكم رايي فيه. ده يا جماعه حاجه جديده من دومتي اسمها سوبريم ساندوتش. حاجه كده زي الساندوتش يا جماعه، اسمها سوبريم. حاجه جديده من دومتي، يعني زي ساندوتش كده معمول واسمه سوبريم. يلا بينا نجرب ونشوف ايه حكايه سوبريم ده. معلش يا جماعه نسيت ازازه الميه بتاعت كل مره، حبيبه قلبي. تمام. يلا بينا يا جماعه نشوف ايه الاطعمه الجديده بتاعت دومتي دي من سوبريم ساندوتش، واقول لكم ايه رايي في الطعم كل واحد والطعم عامل ازاي، واوفر اول بردك كام من 10 لكل طعم فيهم. انا معايا النهارده 3 اطعمه. تمام. نخلينا كده في اول طعم معانا، ده جبنه كريمي بطعم السي فود المدخن. ده شكله يا جماعه عشان لو عايزين تجيبوه. ده سعره 10 جنيه. ده سعره 10 جنيه. ده اسمه سوبريم ساندوتش بطعم الجبنه الكريمي، جبنه كريمي السي فود المدخن. يلا بينا يلا بينا نقول كده بسم الله يا جماعه، ونفتح كده ونشوف الدنيا فيها ايه ونشوف شكله. امم ساندوتش فعلا. ده شكله يا جماعه، ده شكله بعد ما طلعته من الكيس. ندوق بقى ونشوف الطعم عامل ايه. بسم الله. طعمه حلو قوي، بداية مبشرة مليون في المية. ايه الجمال ده؟ دمت على وضعها. انا بصراحة باكل الباتيه بتاع دومتي اللي هم منزلينه الساندوتش اللي هو الجبنة الكريمي اللي هو الكيس الازرق ده. برضك هعمل لكم ريفيو لسندوتشات دومتي اللي هي برضك منزلاها، فظيعة برضك. ده يا جماعة طعمه جميل جدا، ارشحه لكم بجد. طعمه 10/10. لا اول طعم معانا، ناخد كده بق الماء الجميل. بداية مبشرة يا جماعة. واول طعم معانا اللي هو السي فود ده المدخن، طعمه تحفة. وتحس ان هو فعلا فيه طعم التدخين وفيه طعم السي فود، والجبنة كريمي معاه تحفة تحفة تحفة. نخش بقى على تاني حاجة يا جماعة معانا. ده جبنة كريمي بطعم البيتزا. ده سعره برضك يا جماعة 10 جنيه. ده جبنة كريمي بطعم البيتزا. يلا بينا كده نجرب تاني واحد ونشوف الدنيا فيها ايه. بس البداية مبشرة وشكله منتج قوي من دومتي. نفس الشكل برضك يا جماعة. ده شكله، ده شكله. يلا بينا كده ندوق جبنة كريمي بطعم البيتزا. بسم الله. هحاول اقطم قطمة كبيرة عشان اخد الطعم كله واقول لكم رأيي فيه. تحفة اقسم بالله يا جماعة، طعمه جامد جدا، رهيب. فعلا طعم البيتزا. عملوها ازاي دي مش عارف. طعم البيتزا جوه الساندوتش. ده شكله من جوه، يعني جبنه كريمي بطعم البيتزا. طعم كانك فعلا بتاكل بيتزا. غريب قوي، طعمه جميل قوي. برشحه لكم يا جماعه وبقوه. ده تاني طعم معانا، برضك جميل جدا. في الاخر طبعا هقول لكم تقييمي لكل طعم كام من 10. لازم بعد كل ساندوتش ناخد بق الميه يا جماعه عشان فعلا الاطعمه مختلفه. اخر طعم بقى معانا، ده يا جماعه جبنه كريمي بطعم البسطرمه. ده سعره وده شكله. ده سعره 10 جنيه. انا بصراحه حاسس ان هم كلهم حلوين. يعني انا يعني من تجربتي
لاول حاجه دومتي نزلتها في الحاجات دي. دومتي نازله بقوه. هسيبكم بقى من برانش والشغل ده، لا دومتي نازله جامده قوي، محدش قادر عليها. نفس الشكل بردك، هو شكل الساندوتش بس هو اسمه سوبريم. ده يا جماعه زي ما احنا قلنا ده طعم جبنه كريمي بالبسطرمه. نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسطرمه واضحه فيه قوي، جبنه كريمي نوع نضيف قوي، جميل قوي، طعمه جميل جدا يا جماعه، مش عايز اسيبهم الصراحه. التلات اطعمه يا جماعه حلوين جدا. تقييمي الاول حاجه لطعم السي فود المدخن، جبنه كريمي بطعم السي فود المدخن، ده اديله 10 من 10. تاني حاجه معانا يا جماعه جبنه كريمي بطعم البيتزا، بردك اديها 10 من 10. وتالت حاجه بقى يا جماعه وده اخر طعم اللي هو جبنه كريمي بطعم البسطرمه، ده بردك يا جماعه 10 من 10. اوفر اول يا جماعه التجربه كلها 10 من 10، وانا بالنسبه لي عجبني وبرشحه ليكو. لو يعني انا بقول رايي بصراحه عشان خاطر انا عارف ان في ناس ممكن بعد الفيديو تجيب حاجه تجربها، فانا بقول رايي بصراحه من وجهه نظري يا جماعه بصراحه طعمه جميل جدا. ولو انا وانتوا عارفين لو انا شفت الحاجه كويسه ونضيفه برشحها لكم، فانا برشح لكم المنتجات الجديده من دومتي ده اللي هو السوبريم ساندوتش، هيعجبكم جربوه على ضمانتي. كده يا جماعه تكون الحلقه بتاعتنا خلصت، يا رب ما اكونش ضيف تقيل عليكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد حسن هاشم بيعمله. وقبل ما اقفل بق الميه الجميل واقول لكم باي.